السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة هنعمل الرز البسمتي وأجنحة الفراخ بطريقة جميلة جدا وطعمها تحفة زي المطاعم. وهنا عملت برضو طحينة. شايفين الأكل شكله يشهي ما شاء الله. يلا بينا ندخل على الطريقة. هنا معايا كيلو أجنحة دجاج. أنا منضفاها ونقعها في دقيق، غسلها بدقيق وخل وملح وليمون كويس. وهنا معايا 3 طماطميات، ومعايا بصلايه، ومعايا هنا فلفل اسمر وبهارات فراخ، وهنا كارو على كركم وملح وبابريكا وبصل بودر وتوم بودر. ومعايا هنا برضو الصويا صوص. معايا هنا الصوص البابريكيو. ومعاها هاخد معلقه عسل ابيض ومعلقه مستردة كبيره. وهاجي بقى في الكبة هضرب كل التتبيلة ديت، الطماطم والبصل والثوم البودر والبصل البودر والملح والكاري والكركم وبهارات فراخ وفلفل اسمر وبابريكا. وهاخد برضو معلقة من الصويا صوص اللي انا هضيفها، ومعلقة مستردة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا بقى صوص البابريكيو. بيدي طعم حلو قوي للمشاوي يا بنات، يعني جربوا المشاوي بمعلقه صوص البابريكيو في التتبيله ديت، هتفرق معاكم في الطعم جدا. هنا العلبه مش راضيه تفتح، مش عارفه في حاجه بايظه فيها من فوق، في الغطا من فوق. فانا فتحت الغطا خالص عشان احط كده معلقه كبيره او معلقتين صغيرين. وهحط برضو معلقه عسل ابيض. انا بقدر كده وبحط، بس انا ببقى عارفة ازاي. اللي مش عارف المقدار يحط معلقة عسل ابيض صغيرة. وهنا هحط برضو معلقتين زيت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهنا هحط برضو نص كوباية مية، وهضربهم كويس كده جدا في الكبة، انعمهم كده وحطيتهم في طبق بولة اللي انا هضيف فيها التتبيلة بتاعت الفراخ. بقلبهم كويس. شايفين القوام بتاعهم وشكلهم، ريحة التتبيلة تحفة قوي يا بنات. هفتح بقى أجنحة الدجاج كده بالسكينة شرايح بسيطة، على أساس ان التتبيلة تدخل جوه اللحم وتبقى طعمها تتبيلة حلو كده. الوجبة ديت احنا بنشتريها من برا، يعني وجبة أجنحة الدجاج ديت بنروح مخصوص نشتريها. مع ان انا يعني بربي. ف انا بربي الفراخ وانا بنضفها كده، بعمل بقى البانيه لوحده والوراك لوحدها وال... والاجنحه برضو لوحدها. بقسمها وجبات كده، بتبقى بتسهل عليا كتير. يعني النهارده كنت محتاره جدا، مش عارفه اطبخ ايه واعمل ايه. فبفتح الفريزر، فلقيت كيس الاجنحه ده، وكان عندي رز بسمتي برضه. قمت قلت هعمل وجبه خفيفه على السريع كده. هتبل بقى هدعك الأجنحة كويس بالتتبيلة لحد ما التتبيلة تدخل جوه اللحم كده، اتأكد انها وصلت لكل الأجنحة. ممكن برضو نفس التتبيلة دي نعملها في الفراخ ذات نفسها، او في وراك او في صدور، على حسب ما تحبوا والمتوفر عندكم برضو. قلعت كده الجوانت وادخلها التلاجة تتبل ساعة على ما اعمل الرز. هنعمل بقى هنا معانا الرز البسمتي بطريقة سهلة وبسيطة. اول حاجة معايا حلة على النار هضيف فيها زيت. الكاميرا بقى اتخبطت مني، انا اسفة على سبب الكاميرا كل شوية تتحرك كده. هضيف بقى الزيت، وبعدين هنزل بالبصل. انا فرمت بصلاية كبيرة في الكبة. هنزل بقى كده في الزيت اللي انا حطيته، هو زيت على سمنة. لما الكاميرا اتهزت وفصلت انا حطيت معلقة سمنة صغيرة. هنزل بقى فرمت بصلاية كبيرة كده. البصل بيدي طعم حلو قوي للرز البسمتي.
ما بحمرش البصل، انا يا دوب بس اللي هي بشوحها تشويحه بسيطه كده، يا دوب البصله تدبل معايا. وعلى ما البصله تدبل بقى انا رحت ابشر بتاع ده، قولوا معايا، جزرايه، واحدة جزر يعني، حلوة وسط كده، لا كبيرة ولا صغيرة. هبشرها كويس في المبشرة واضيفها برضو على البصلة عشان تتشوح معاه كده، تديلها طعم، بتدي البصل مع الجزر مع الطماطم مع البهارات، بتدي طعم خطير جدا. هنزل بقى كده بالجزراية، وهنا معايا بهارات الزعفران، بهارات الكبسة بيبقى فيها زعفران، وضفت عليها برضو قرفة وفلفل اسمر وملح ومعلقة صغيرة بهارات فراخ. بجد البهارات دي يا بنات اللي انا قلتلكوا عليها، اللي هي بهارات الكبسة، على معلقة فراخ صغيرة، بهارات فراخ صغيرة، على معلقة قرفة صغيرة خالص، وملح وفلفل اسمر، هتخلي الرز معاكم روعة. انا ما بضيفش بقى اللومي، هنا حطيت طماطمايه مبشوره برضو، ما بضيفش لومي ولا قرفة عيدان، بحسها الصراحة بتغير طعم الرز خالص. جربوها بالطريقة دي من غير ما تضيفوا قرفة عيدان او لومي، ضيفوا بس اللي هي القرفة البودر، هتلاقوا معاكم طعم الرز روعة بجد خطير. شايفين انا فضلت اشوح فيها كده لحد ما دبلت، زي ما انتوا شايفين كل حاجة يعني خدت على النار كده يجي 10 دقايق. حسيت الجزر والطماطم والبصل استوى. انا جايبه الرز هنا الحبايه اللي هي الطويله الكويسه، شايفين؟ انا مش عارفه انتوا شايفين ولا لا، بس الكاميرا يعني كانت عكسه الاضاءه. هنا بقى معايا نص كيلو رز، انا بعمل على قدنا عشان انا يعني وجوزي وبنتين لسه صغيرين، وهضيف عليها ميه مغليه. الميه المغليه بتكون مغطيه الرز بزياده، يعني نص كيلو رز بحطله حوالي 3 كوبايات مياه مغلية، كوبايات ملية، المج 200 ملي ده. وعلى حسب برضو كل نوع انتوا بتجيبوه بالمقدار كده، تشوفوا الرز بيحتاج معاكو مية، ما تكون المية قليلة ونزود لها احسن ما تكون كتيرة ويعجن. وهنا بقى هضيفه على النار وهغطي عليه اسيبه يستوي كده مع نفسه، على ما هنا بقى الاجنحة اتبلت كويس كده، ورصيتها في قلب الصينية، رصيتها في قلب الصينية كده عشان ادخلها الفرن. شايفين بقى انا دخلت الفراخ الفرن خلاص، شايفين بقى الرز مفلفل وعامل ازاي، ريحته قسما بالله قلب البيت، طعمها خطير. وهنا الفراخ انا حطيت فيها حتة فحم كده وهي بتستوي، وهنا الفراخ كده انا ضفت لها بقى حتة فحمة كده عشان تديها طعم. هنا معايا كوباية زبادي ونص كوباية طحينة، طحينة بيضة، الطحينة بتاعت المشاوي يا بنات بتتحط لها طحينة بيضة مش طحينة حمرا. وانا معايا معلقة ملح وربع معلقة فلفل وربع معلقة كمون وفصين توم ونص ليمونة وربع وتلت كوباية زيت، وضربتهم في الخلاط لحد ما القوام بقى زي ما انتوا شايفين كده. معلش بقى مقطع الطحينة اتقطع مني غصب عني. هنا بقى شايفين الشكل عامل ازاي، شايفين بقى شكل الفراخ لما شايفين بقى الطحينة وشكل الفراخ، حاجة كده تشاهي ما شاء الله، جميلة جدا. الريحة كانت قلبة البيت كله، جربوها مش هتندموا، الطعم جميل جدا جدا كأنكم شارينها من بره.